يا صباح الورد والفل والياسمين على عيونكم يا احلى متابعين في الدنيا كلها. وحشتوني قوي قوي. قصة النهارده قصة ممتعة، اتمنى تعجبكم، بس في الاول طالبة منكم لايك في كومنت وشير واشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد اول باول. النهارده جايه ليكم من قصه ضحى. ضحى ست في منتهى الجمال، عايشه في مستوى غير عادي، فلما حبت تتجوز اتجوزت واحد من نفس مستواها يقدر يعيشها في المستوى اللي هي عايشه فيه، رغم انها ما كانتش بتحبه، بس شاب غني وبيشتغل وظيفه مضمونه ومعاه فلوس، فوافقت عليه من غير تفكير. اتجوزوا وما كانش ليها اي علاقات قبل كده، يعني ما كانتش بتحبه قوي بس حبته مع الوقت. كانت مستمتعة إنها ما قلتش عن المستوى اللي هي عايشة فيه، وكان بيتهيأ لها من وجهة نظرها إن هي دي العيشة، ده المستقبل وهو ده الأمان، لحد ما جه الحب. بس المرة دي حبت واحدة أقل من مستواها بكتير قوي قوي قوي. بدأت فكرتها كلها عن الدنيا تتغير، وبالأخص لما حصل ما بينها وما بينه علاقة، وعرفت بجد فرق العلاقة ما بين واحد تكون بتحبه وواحد ما تكون ما بتحبوش. طبعا الوضع مختلف تماما تماما تماما. قدر هو يسيطر عليها ويملكها، وهي حبته كمان من كتر الجنان اللي كانوا بيسرقوه في جنينة بيتها اللي جوزها جابه وكان واثق فيها وسايبها في البيت. هي كانت معاها واحدة ست بتساعدها في البيت، بس كانت ست كبيرة، فكانت على بعد العصر بالكتير قوي بتكون ماشية، بتفضل هي حاسة بفراغ من بعد العصر لحد بالليل، لحد ما جوزها بيجي. كان على طول مشغول، وكان بيعمل صفقات، ما كانش بيرجع غير متأخر قوي، وكان بيرجع تعبان، وما كانش بيعمل معاها علاقة خالص. وأساسا هي ما كانتش حابة العلاقة منه، فكانت بتقول أحسن يعني إن ما فيش ما بيننا أي تواصل أو أي علاقة. جاب لها شاب علشان يوضب لها جنينة البيت، بدأت إنها تتكلم معاه اعمل لي كذا واعمل لي كذا، وبدأت إنها تحس بشعور من ناحيته. هو كمان كان بيبين لها نفس الشعور ده، وبتقول إنها قربت منه جدا وكانت بتدخله البيت. كانوا بياكلوا مع بعض، وكانت بتطلع له الجنينة علشان تقعد تاكل معاه جنب الزرع. وبتقول انا ما حسيتش نفسي غير وانا بحب الشخص ده، ولقيته هو كمان بيبادلني نفس اوقات. كان جسمه اول ما يحتك بيا واحنا واقفين مع بعض كنت بحس احاسيس غريبه جدا جدا. ما تخيلش ان انا من اول لمسه ايد كنت بوصل للمتعه الكامله، حاجه ما حدش يصدقها ولا يتخيلها. فما بالك بقى بالعلاقه الكامله معايا كانت بتعمل فيا ايه. طبعا الموضوع ما جاش كله مره واحده، تجاوزات حصلت ما بيننا حاجه حاجه. بعد كده ما حسيتش لنفسي غير وانا باخده من ايده بعمل معاه العلاقه في غرفه نوم جوزي. وحقيقي الإحساس ما كانش يتصوره أي حد، لأنه مع الشخص اللي أنا بحبه كان مختلف تماما. كنت بتبسط معاه جدا جدا وأنا في حضنه. هو مش طالب مني أي حاجة، هو بس سعيد معايا في العلاقة دي زي ما أنا سعيدة معاه. مفيش حد فينا طالب أي حاجة من التاني، أو أي حد عاوز أي حاجة من التاني، لدرجة إن أنا فكرت إن أنا أنفصل عن جوزي وأتجوزه. لكن هو قال لي أنا شاب فقير جدا وعايش في أوضة فوق السطوح وفي بيت شعبي جدا جدا. أنا بشتغل الشغلانة دي عشان أصرف عن نفسي جنب الكلية، إحنا أصلا فلاحين. الموضوع عاوز تفكير. هل أقدر أتخلى عن كل حاجة معقولة بالسهولة دي وأقدر أعيش معاه؟ مش عارفة. قال لي ما تحكميش، هستناكي تيجي عند البيت وتشوفي العيشة اللي أنا عايشها، وهتسا... ودي اللي هتساعدك في ان انت تحكمي. الفكره بدات تروح وتيجي في دماغي كام يوم لحد ما قررت، وطلبت ان هو يديني عنوان كويس وانا هروح له. وطلب مني ان انا اركن العربيه بعيد، وان انا البس لبس ما يكونش ملفت قوي للانتباه، لاني رايحه منطقه شعبيه جدا جدا. اوضه فوق السطوح، بيت مكون من 5 اطفال، وهو اوضه وجنبها اوضه تانية صغيره هي دي الحمام. الاوضه اللي عايش فيها ما كانش فيها غير سرير، رخام طويله كده، وحاطط عليها بوتاجاز وحاجات وشويه الشاي، وعلق هدومه على مسمار ورا الباب. ما كنتش متخيله ابدا ان هي دي العيشه اللي هو عايشها. قال لي هي دي العيشه اللي انا عايشها، هتقبلي تنزلي من اصلك العالي وتعيشي معايا العيشه دي؟ بصراحه مش هقدر خالص، وفي نفس الوقت مش هقدر ابعد عنه. خدته في حضني وعملت معاه العلاقه في الاوضه دي. جه الوقت ان انا اروح الحمام عشان اخد دش، ما قدرتش حتى ان انا ادخل المكان، مش هقف فيه. نزلت من عنده من غير ما اخد شاور، وروحت البيت ودخلت البانيو، وفضلت افكر اكتر من ساعتين. كان اطول شاور خدته في حياتي. هل ممكن لحظة سعادة تحسها مع نفسك تحسها في العلاقة، وحبي كمان اللي أنا حاساه من ناحيته، أستغنى عن كل حاجة بسهولة كده وأروح أعيش معاه؟ طب ليه؟ طب ما هو ممكن يعيش معايا. بدأت إزاي أفكر وأرفع من مستواي وأخليه يعيش معايا.